واليوم وخلال زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد لقرية وقلعة السلع، واطلاع سموه على خطط وزارة السياحة والآثار لتطوير وترويج الموقع الأثري، أكد سموه ضرورة الاهتمام بجميع المواقع السياحية والتاريخية التي يزخر بها الأردن، والتي يعد كل موقع منها مؤهلا ليكون قصة نجاح سياحية واقتصادية. ولفت سموه إلى أن قرية السلع وقلعتها يجب أن يكون الإقبال على زيارتهما بحجم قيمتهما الأثرية والتاريخية الكبيرتين. وجال سمو ولي العهد في موقع قلعة السلع عبر السير في السيق المؤدي إليها، واطلع على الموقع الأثري المحاط بالتنوع الجغرافي الفريد بين الجبال والأودية. في مشاريع جديدة راح يشتغلون. مثل المطر لا حل ببلاد وبلاد، يروي العروق ولا حضر ماني مله، على يسار الصدر أشرت من غاد وأقول هاني وحسين هذا محله، فيه الكرم يبقى على رؤوس الأشهاد، والعز له تاريخ جاد في سجن. وفي مركز زوار القلعة استمع سمو ولي العهد إلى شرح عن سير العمل بخطة وزارة السياحة والآثار الهادفة إلى تطوير الموقع وجعله جاذبا للحركة السياحية، حيث استعرضت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب إجراءات الوزارة في إعادة ترميم عدد من الأماكن الأثرية في قرية السلع، وخطط تطوير النزل في القرية واستقطاب جهات استثمارية لتشغيل الموقع وتحسين الخدمات العامة فيه. سمو اطلع على أرض الواقع إيش عم بصير